بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 91 بعد المئة بحمده تعالى. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرجو لكم آنساتي سيداتي سادتي أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أتمنى إن شاء الله هذا البرنامج وغيره من هذه القناة المباركة في يوم من الأيام تبث إليكم البرامج من داخل إريتريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمر هذا البث من الداخل رشدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل ذلك. العام الهجري الجديد 1447 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام. طبعا كنا في العبقريات، وما وددت أن أخرج من العبقريات حتى نكمل عبقرية الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعلى كل الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وكذلك على بقية الصحابة جميعا يعني. ولذلك لابد أن يكون عندنا حديث عن العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يلم شعث هذه الأمة المنشطرة على بعضها والمتباينة، وإن شاء الله يكون هذا العام عام تتوحد فيه إرادة الأمة الإسلامية. وإن شاء الله أمنياتنا لأشقائنا في فلسطين عموما، وفي القطاع على وجه التحديد، وحتى في الضفة الغربية التي لا حول لها ولا قوة، أن ينعم هذا العام بشيء من الأمن والسلام والاستقرار. الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. من هذه القناة الحرة المباركة أحييكم أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمخرجين الذين يسهرون دوما على إخراج هذه الحلقة وغيرها بما ترونه أمامكم، ومثوبتهم عند الله سبحانه وتعالى. كنا في السابق أيام القرآن الكريم والخلاوة نبدأ يومنا بأبيات ربانية، أبيات توحيدية هي عقيدة العوام. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدع. وبعد، فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق إلى آخر. يعني هذا ما أسعفتنا به الذاكرة التي هرمت، ولذلك أحببت في هذا العام الجديد أن نبدأ بهذه البدايات التوحيدية الربانية. وإن شاء الله في يوم من الأيام نأتي ونقدمها لكم كاملة. اليوم كما نوهنا عزيزي المشاهد، قبل أن ندخل إلى حديقة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سنستريح قليلا مع الشعر، ولكن شعرنا في هذا العصر الذي نعيشه هو شعر الوجع، وأننا نعيش حالة غير طبيعية يعني. وحاولت أبحث في التبريكات للعام الهجري الجديد. دعوني أول أقرأ عليكم واحدة من قصائد نخبة الشعراء، وبعد ذلك سآتي إلى كيف ماذا قال الشعراء في رأس السنة الهجرية 1447. ندلف إلى موقع أدبي أنا دوما أجد فيه شيء من اللذة الفنية، وهو موقع نخبة الشعراء العرب. ونخبة الشعراء العرب عندما نقول دوما يطل مجموعة من الشعراء المجيدين، وأنا أحتفي بهم احتفاء كبيرا، أن نقرأ من أشعارهم، وفي نفس الوقت برضو نسلم عليهم سلاما عزيزا. أحد الشعراء البارزين في هذا الموقع هو حمدي الطحان.
وحمدي الطحان شاعر مجيد. ولكن قبل قصيدة حمدي، أنا وددت أن أقرأ لكم واحدة من القصائد الجياد كذلك لشاعر مفطور وشاعر موهوب، وكذلك برضو هو من الشعراء الحاضرين بكثافة. طيب دعونا نبدأ بالطحال، وبعد ذلك سنأتي برضو إلى نعم. أنا كنت أود أن يعني نحتفي بأهلنا في غزة ونقف معهم هذه الوقفة الإنسانية، الوقفة الإسلامية التي أمرنا بها الدين الحنيف. يقول الشاعر هو نفسه حمدي الطحان: انظر لغزة، انظر لغزة كم ترى عجبا وأعجب من عجيب. لم تبق أية نخوة، ما عاد من أحد قريب. غابت مبادئ ديننا، ما عاد من آس طبيب. أقبح بعالمنا الذي قد صم عن هول النحيب. وضعوا الفتاة ليقتلوا جوعى بلا أدنى رقيب. ويواصل الطحال أنينه فيقول: في ذلك الوقت العصيب تمضي على جمر الخطوب، يا من بدينك ممسك كالجمر تمسك واللهيب. ما زلت في كل الورى مهما تدانوا كالغريب. كم ذا طغى في أرضنا ليل الخطايا والذنوب، وانداح يطمس هازئا في وجهنا كل الدروب. فغدا الصدوق مكذبا، وعدت دنانا للكذوب. وعلى الطغاة وأخضعوا بشرورهم هام الشعوب. انظر لغزة كم ترى عجبا وأعجب من عجيب. لم يبق أية نخوة، لم تبق أية نخوة، ما عاد من أحد قريب. غابت مبادئ ديننا، ما عاد من آس طبيب. أقبح بعالمنا الذي قد صم من هول النحيب. قد أغمض العينين عمدا عن مدى الغدر الرحيب. وضعوا الفتاة ليقتلوا جوعى بلا أدنى رقيب. صيدا كأيسر ما يكون لعصبة الشر الغضوب، بجميع أسلحة الدمار، بحومة الموت الرهيب. حمد الطحان. وشاعر آخر قال، محمد عصام علوش، هذا من الشعراء المجيدين كذلك: أيها اللوام كفوا، إنني لست أرضى لومكم لن أنثني. أيها اللوام كفوا، إنني لست أرضى لومكم لن أنثني. إن صلب العود صلب البدن لم يكن للريح يوما ينحني. إن في الجذع ثبات الوتد، إن في الصدر فؤاد الأسد. ينتظي العزم بوحي المدد، فيشيد الحلم يشدو للغد. حسبكم من موقظات الفتن، حسبكم من باعثات الوهن. ودعونا في رقي نبتني، إن هذا الدرب درب الفطن. إنما الحقد سبيل الحاقدين، إنما الحقد سبيل الحاقدين. ليس من شأن البناة الطيبين وسوسات من عدو أو لعين. تزرع الأشواك تفني الياسمين. وطن في رمشه قد ضمني، كان لي في العمر خير السكن.
بالدم القاني وغالي الثمن سوف أفديه فداء المؤمن. فانظروه لاح في الكون عقاب، باسطا جنحيه في وسط السحاب. هو في الغصن قوي لا يهاب، نادم العلياء بابا بعد باب. كان نسغا سائرا في الأزمن، تستقي منه زهور السوسن. كان كالعطر الشذي اللين، كان حضن الأم للعيش الهني. قد شفى بين الحواني الأرج، مثل ما يسبي المحب الدعج. مثل ما يسبي المحب الدعج، في نفوس بالمنى تبتهج. إنه في العشق قلب لهج. وطن الشام، وطن الشام بهي المدن، لست غير الشام يوما أقتني. كان لي بوح الفصيح اللسن، وغناء الطير فوق الفنن. من رأى حسنا كتلك الأنجم، كللت رأس العقاب الملهم. في سماء للمعالي تنتمي، في انبهار الصب وهج الحلم. يا لهذا اللوم كم يؤلمني، هل يلام الأوفياء في المحن؟ إنما الله عظيم المنن، سوف يبقي لي حبيبي وطني. محمد عصام علوش، كتب في هذا العام 14 محرم 1447 للهجرة النبوية الشريفة، التاسع من تموز 2025. بهذا المفتتح، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة من قناة سلام، أحييكم مرة ثانية. الآن نذهب إلى التبريكات التي جاءت في هذا العام الهجري الجديد. ولا يسعنا في البدء إلا أن نحيي أولئك الأبطال الذين فدوا هذا الإسلام وسلمونا إياه. فأحد الشعراء قال، أو قبل أن نأتي إلى القصائد، يقول الكاتب: مع كل إشراقة أول أيام شهر المحرم، يبدأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بتهنئة بعضهم البعض والدعاء بسنة خير وبركة. ويبحث الكثيرون عن كلمات تعبر عن عظمة المناسبة وبهجة اللقاء، الروح الذي يتجدد في القلوب. ولا يوجد أصدق ولا أعمق من الشعر ليحمل هذه المشاعر. لهذا نجد أن قصيدة عن رأس السنة الهجرية 1447 هي من أكثر ما يتم البحث عنه في هذه الأيام المباركات، حيث تنسج الأبيات معاني المحبة والتفاؤل، وتستحضر التاريخ النبوي العظيم الذي شكل نقطة التحول في مسيرة الإسلام. وعن أهمية الشعر في استقبال السنة الهجرية، لطالما كان الشعر العربي مرآة تعكس الروح الإسلامية في أجمل تجلياتها، ولهذا يزداد الإقبال على قراءة ومشاركة قصيدة عن رأس السنة الهجرية 47 400 وألف مع حلول كل عام هجري جديد. فالشعر، عزيزي المشاهد، لا يعبر فقط عن الفرح بالمناسبة، بل يذكر بالمعاني العظيمة للهجرة النبوية، ويستدعي شجاعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر الصحابة الكرام عن الأذى في سبيل نصرة الدين. أجمل قصيدة عن رأس السنة الهجرية 47. كثيرة هي القصائد التي تناولت الهجرة النبوية الشريفة، وكل منها نسج بخيوط الشعر، أي نسج حكاية الإيمان والبذل والتضحية. إليكم كما يقول الكاتب نموذجا رائعا من قصيدة عن رأس السنة الهجرية، مكتوبة بأسلوب أدبي مميز. قال الشاعر: قد أدبر العام القديم مهرولا،
رباه حول ما اعترانا حول. عام أتى أدعو الكرام يبدل حالا بئيسا قد شكوت توسلا. ثم الصلاة على النبي وآله. رب اتباه هو الشفيع وما قلى من نسل إبراهيم. هل بنوره سدف الظلام تبددت إذ أقبلا. وطبعا الشعر يذكرك بشيء، وأنا كنت أشرت في يوم من الأيام وأنا في السنة الثانية في الجامعة، جامعة أم درمان الإسلامية، لابن الزبير أخي وصديقي، له التحية، فأقبل علينا مثل هذا العام الجديد، فقلنا يا أخي نكتب شيئا من الشعر. هو الذي محمد الدزبير له التحية والسلام، فقال لي ما نكتب شيء عن الله. قلت له نعم، ونحن في بدايات الشعر ساعتئذ، ف... ونحن في داخلية واحدة في أم درمان يعني، بلد الأمان. فتوعدنا، أنا قلنا ناخذ 3 أيام لأنه الشعر برضو يصنع يعني. وفي واحدين يقولوا فلان يصنع قصيدته. الشعر يصنع كما قال البروف عبد الله طيب رحمة الله عليه، عنده كتاب مشهور المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها. الشاعر ما عنده ذخيرة بتاعت كلمات وتصور وخيال، وعنده حسه الفني والوجداني، وعنده قضية مركزية، أدوات كثيرة. فيجلس الشاعر ليكتب فيصنع قصيدته، يصنعها بحرفية يعني. يعني أرأيتم نجارا مثلا لا يجلس ويظبط الخشب والزوايا والألوان والشكل وهكذا؟ ما في شاعر، ما في نجار يشتغل له في الشارع مثلا هو ماشي طاق طرق، ليس كذلك. والشاعر كذلك يجلس حتى لو ارتجل، لكنه يستدعي كل الأشياء، فيصنع من أدواته كلمات وأخيلة ومعاني وبلاغة وتراكيب تقديم وتأخير. ويجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، لأنه هو رجل صانع، ويقول عليه مبدع يعني، والمبدع هو الله سبحانه وتعالى البديع يعني. فهو يصنع شيء من لا شيء يعني، من لا شيء، ليس من الفراغ، لكن ما كان موجود للناس، فهو يصنع بأدواته وجمالياته، فيصنعها صناعة يعني. المهم توعدنا، فأنا ود الزبير فجلسنا بعد 3 أيام، فقلت له أقرأ. والله ما أتذكر لأنه هذا الكلام قبل آه، تقريبا 37 عام يعني، قبل 37 عاما، فما قادر أتذكر يعني. لكن أنا متذكر حقي لأنه كتبت يعني. فقلت له أقرأ لنا يا ابن الزبير يعني. فقرأ قصيدة جميلة يعني بأمانة يعني، كانت أجمل من قصيدتي يعني. أتمنى أن لا يكون تحلل من الشعر. والتسمية رجل ظريف يعني، من أبناء الجزيرة يعني في السودان يعني. الله انقطعت بين السبل يعني، لكن سأسأل منه إن شاء الله. ف... ثم قرأت قصيدتي فذكرتني هذه الأبيات. فقلت فيها آه، نعم، هي كانت عن برضو الربيع يعني. يا صاحي قم حي الربيع الأول، واطلق حجاك إلى السماوات العلى، وتدبرا ثم احكمن، ولا تكن عامي البصيرة والرجاحة في الملا. شهر به كل الأمور تبينت، فحلالها وحرامها كل جلى. كل الشهور شبيهة في قدرها، إلا الربيع فإنه شهر الأولى. شهر الذين يبايعون بفطنة وقادة، ذاك النبي المرسل. هذا النبي المرسل، هذا الذي ما قلت هذا لقربه، وهو الذي زار السماوات العلى. في ليلة مقرورة أسرت به جند الإله، فكان أرفع منزلا. ولأجله خلق الإله عوالما، لولاه ما كان الدني ولا العلا.
وهكذا يعني. فهذه الأبيات ذكرتني بتلك الأبيات. وعلى الرغم من تلك كتبت في الربيع، في الربيع، وهذه مكتوبة في العام الميلادي، العام الهجري عفوا. فلصديقي وعزيزي ابن الزبير السلام والتحية. الأبيات التي قرأتها قبل قليل: قد أدبر العام القديم مهرولا، رباه حول ما اعترانا، حول عام أتى أدعو الكريم، يبدل حالا بئيسا قد شكوت توسلا، إلى آخر. هذه الأبيات تحمل رسالة ترحيب بالعام الجديد، بالعام الجديد، وتذكير بالنبي الأكرم الذي حمل مشعل النور في أحلك لحظات الظلام. وهي تعكس جانبا من جماليات قصيدة عن رأس السنة الهجرية 47 في استحضار الهجرة كتاريخ وتاريخ مركزي. كذلك من القصائد أو الأبيات التبريكية الجميلة: أهلا بعام بالجمال تجمل، وأتى على كل العباد وأقبل. أهلا بعام بالجمال تجمل، وأتى على كل العباد وأقبل. عام جميل غير أن طغاتنا هدموا الجمال أمام أفواج الملأ. يا أحمد المختار، عفوا إنني في عامنا الهجري أتيت مهرولا، أبكي على عصر الرسول وخافقي يشدو بأصحاب الحبيب وما تلا. الله، كلام جميل. يقول الكاتب: من أرق وأقوى القصائد التي تتناول الهجرة النبوية وتأثيرها في قلوب المؤمنين، تلك التي تختلط فيها مشاعر التقدير مع لوعة الحنين لعصر النبوة. وهنا نموذج مميز عن قصيدة عن رأس السنة الهجرية، وهي التي قرأتها لكم قبل قليل. وقال آخر: الترحيب بالعام الجديد لا يكتمل دون قصيدة عن رأس السنة الهجرية 47 تستشرف الأمل وتبشر بالتغيير. هذه الأبيات تحمل الأمنيات النبيلة والتطلع إلى مستقبل أفضل. يقول الشاعر: نور من الرحمن هل وأقبل، ولا دج الديجور حين تكامل، في هجرة نبوية ميمونة بمحمد المختار لما أنزل. إن كنت يا ميمون تعشق نوره فالحق به، فبه الكمال تجمل. هو آية من ربنا منظومة بهدى الكريم ونص آيات العلا. يا سلام. ومن بين الكنوز، كنوز الأدب الإسلامي، نختار لكم مشاهدينا الكرام واحدة من أبرز ما كتب عن الهجرة النبوية، والتي تصلح كقصيدة عن رأس السنة 47: يا هجرة المصطفى والعين باكية، والدمع يجري غزيرا من مآقيها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها. كنت بدرا منيرا في دياجيها، تنقذ الأرواح من موت يناديها. فالجهل كان سدا وكنت كاشفه، والكفر ظل فأنت النور باديها. صلى الله عليك يا رسول الله. التهنئة بالشعر تحمل خصوصية وعذوبة، لذا يلجأ كثيرون إلى إرسال قصيدة عن رأس السنة الهجرية 47 و400 وألف كتهنئة جميلة للأهل والأصدقاء، مثل: هيا نصلي على الرسول محمد، صلى وسلم من له صلواتي. سبحان ربي كيف بات مفكرا متأملا في الكون في الخلوات. رقت شمائله توقد ذهنه، رقت شمائله توقد ذهنه، فأتاه جبريل مع الآيات
فمضى الرسول مهاجرا وصديقه يخطو بثقة رغم الظلمات. هكذا أيها الأحباب نعطر أجواءنا بتلك الأبيات الجميلة، وللشعراء الذين قرأنا عنهم السلام والتحية والتقدير. الآن نواصل من نخبة الشعراء العرب من ذلك الموقع. سأقرأ لكم، وهذا الموقع هو موقع ملتزم جدا يعني، وموقع دعوي، ويتناول قضايا هذه الأمة. مم، ماذا قال في حب مصر؟ أنا دوما أقول يعني لا يحب مصر إلا مؤمنا، بأمانة يعني، ولا يكره مصر إلا من في قلبه شيء. لأنه مصر كما قال الإمام الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، قال مكانة مصر في، يعني مصر صدرت القرآن إلى المكان الذي أنزل فيه، والأزهر الشريف الذي عمره أكثر من 1000 وكثير يعني قام بذلك الدور الكبير. و... ويكفي أن أرض مصر تحتضن 80 صحابيا، تراب مصر كثير من الصحابة، أكثر من 80. ومكانة مصر في الإسلام كما تحدث عنها أحد العلماء السعوديين، لا يحضرني اسمه الآن، لكنه قدم شهادة بالغة. ماذا قال الشاعر في حب مصر عبد العزيز أبو خليل؟ كم كان شعري في هواك مغردا، يا مصر يا شمس العروبة والفدا. استهلال جميل يعني. في كل حرف من حروفك قصة، وبكل وبكل قطر إن أراد مرددا، فالميم مهد للحضارة كلها، والصاد صنوان الكرامة والهدى، والراء يا أصل الخليقة راية، من حولها بات الجميع مجندا. حديث كثيرة برضو عن مصر يعني. يا قبلة المجد الذي فينا سرى عبر الزمان فكان مجدا فرقدا، مصر التي رفع الإله مكانها، والاسم جاء من الكتاب محددا. يا مصر يا أم البرية والدنا، فيك الأمان لمن أتاك مهددا. يا سلام. من فضل جودك يا عظيمة أننا قد صار فينا العيش عفوا عيشا أرغدا. من فضل جودك يا عظيمة أننا قد صار فينا العيش عيشا أرغدا، في عهد يوسف سنبلاتك أيعنت، ولفضل جودك كل فج أوفد. مصر التي رب العباد أبرها وأرادها في الكون مهدا للفدا، مصر التي تسمو بآفاق العلا، وجلالها في الذكر صار مخلدا، يحمي حماها خير جند في الورى، تخشاه أفئدة الطغاة من العدا. يقول العلماء أن مصر ذكرت 4 مرات في القرآن الكريم بشكل صريح، وبمعاني تدل على مصر أكثر من 20 مرة. وأنا إن شاء الله في يوم من الأيام مصر التي كتبت أيام الربيع العربي كما سمي يعني. فكتب الشاعر المصري هشام الجخ، قال: مزق قصائدك القديمة كلها، مزق قصائدك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. حقيقة البيت أنا يستفز البيت القوي الشعراء،
واستفزاز الشعراء شيء إيجابي يعني. فتقوم يستفزك ذلك البيت فيحرك فيك يعني الأسلحة التي لديك. فجاريته المجاراة. لكن أنا تعجبت كيف يمزق الشاعر قصائده. طبعا التمزيق مزايا مجازي يعني، لكن أن تقول مزق قصائده هو مبالغة في التعبير إنه اليوم يعني كل الذي كتبته مزقه يعني. هي صيغة بتاعت شيء بلاغي جميل يعني. أنا أخذت المعنى فقلت ما لا أمزق قصائدي يعني. فقلت خبأت كل قصائدي من أجلها على ذات الروي وذات البحر يعني. وقال مزق قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. فأنا قلت خبأت كل قصائدي من أجلها ورنوت أصدح في الورى ما مثلها. يا أيها الإنسان ما بك هائما أو ما ترى نور الهدى أو حالها أو ما رأيت الفجر يرقي سندسا فتبسمت من ضوئه أحداقها. شيء من ذلك يعني. إلى أن أقول من لم من لم تطأ أقدامه مصر الهوى، من لم تطأ أقدامه مصر الهوى خسر الحياة وما درى خسرانها. من لم يذق نيل الحياة بغرفة لم يشف ما في النفس من أهوالها. بدر الزمان وأنت آية خلقه في الذكر يتلى رسمها بل اسمها. في الأزهر الأبهى يفيض مشاعلا ما أعرف فسطاطها ورباطها. يوم إن شاء الله أجي أقرأها عليكم. فحب مصر من الإيمان. فنواصل أيها الأحباب هذا الحديث عن رأس السنة الهجرية ونتحدث مما كتبه الشعراء. قال أحد الشعراء محمد علي الوصابي وجع الحريق: يا درة فوق الخلافة بالأصالة والعراقة في الحضارة والفنون، يا وجهك الفتان يرحل في المدائن فوق سحر الشرق أغنية من الوله المعتق في الشجون. عيناك مشرقة كأنها تحف الزوار والأقمار في الأسمار فوق حضارة التاريخ شامخة المآدن. ما زال وجهك غارق بالحزن في وجه المآسي والحروب من هجمة الرمان من رجس الصقالبة والمغول. من هنا انطلقت فتوحات الكرام الفاتحين وانتهت فيها حماقات الغزاة الطامعين. إنها الشام أرض الخير والفتح المبين قبلة الشمس وعشق النهر يجري في حقول الياسمين وانحناءات السنابل في أكف الحاصدين. لا غرابة أن تنالي غل كل الحاقدين. الشاعر محمد علي الوصابي. إبراهيم خالد إبراهيم قال: همس اليراعي صرير يطرق الشهب ويصطفي أحرفا تستنطق السحب. في طيه زخم يسري به وهج ويسكب العقول مكنونا ومقتضبا. وفي القريض بروق الرعد لامعة فيه نغيث ومنه نطلق اللهب كي يستفيق نيام من مراقدهم تغلغل الذل في أكبادهم رهبا. وناجزتهم عقابيل تمزقهم حتى الرياض أحيلت بعدها حطبا. فاجعل قصيدك صنو الشمس منزلة واجعل حروفك تجني الشهد والرطب. هذا اليراع إذا ما حاز قافية فقد تراه يسوق السحر والعجب ويمتطي من عتاق الخيل أنجبها. إذا تداعت يهز الرمح والقضب. ضد شعر الرجال
يعني فراج الطيب السراج رحمة الله عليه، الشاعر الأديب العالم النحرير، مثل هذا الشعر كان يسميه شعر الرجال. فكان يقول لنا في صالون فراج، صالون الأصالة: سمعونا من شعر الرجال. هو كان لا يحب الشعر المخنث، هكذا كان يسميه: مخنث الشعر لا أنثى ولا ذكر، بمعنى الشعر الذي ليس له قضية، يعني يعبد الأحداق والهدب وهكذا. لكن الشعر الذي فيه قضية، والشعر عندي، يقول هو في واحد من قصائده: والشعر عندي رماح لو ضربت به أعناق هذه الجبال الشامخات فرى. الشعر عندي حسام لو ضربت به. تخيل، شعر يضرب أعناق هذه الجبال الشامخات، لو ضرب أعناق الجبال الشامخات لفراهن فريا، يعني يقطعها إربا إربا. فده من شعر الرجال على حديث أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. وقال الشاعر المجيد، هي قصيدة طويلة وسنستريح فيها: الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني: هذا بياني. الصلاة على النبي. يقول بتائية الأسبوع هذه الشجية: دروس بمدح المصطفى ذات عبرة، دروس عظيمات حسان كريمة من الله لم تدرس بآية أمة. أما قال إني قد بعثت معلما، وحق له ذاك القول فاقرأ وتثبتي. سأعيد قراءة الأبيات من جديد: بتائية الأسبوع هذه الشجية، دروس بمدح المصطفى ذات عبرتي. هكذا شكلها، وذات عبرتي، وليس العبرة الدموع، ذات عبرة. دروس عظيمات حسان كريمة من الله لم تدرس بأية أمتي. أما قال إني قد بعثت معلما، وحق له ذاك القول فاقرأ وثبتي. بنى علمه فيها بناية حاذق بوحي من الله العظيم وفطنة، فقد كان مفطورا بألطاف ربه نبيا رسولا وارثا للنبوة. أبوه خليل الله منشئ بيته بمكة أذرى أمة ذات هيبة. يا سلام! فجاء بفضل الله تاجا لرأسها عقيب عبادات من الكفر زلة، فكان هداها للطريق ونورها وعظ به نورا لتلك الدجنة. فأخرجها من حيث كانت بوهدة بهمته القعساء أخت المجرة، بعلم وفهم واجتهاد وعزمة ونور كتاب باسط خير شرعة، ولم يكن إلا بدرها في ظلامها، وإلا دليل السير في مدلهمة. أتاه كتاب الله من حيث ما أتى، أتاه كتاب الله من حيث ما أتى، وما كان يوما قارئا سطر صفحتي، فظنوه بهتا منه يحوي فنونه بلهجة ذي علم بليغ وفطنة، وخالوه كالكهان يسجع قوله، وآخر ذا سحر ضليع التبهت. فصلوا على من كان سيد كوننا وتشريفنا مذ آدم زوج حوة. هكذا يصنع الشعر، هكذا. والصناعة حرفة وحذاقة يعني. قال: وصلوا كثيرا بل وزوروا مقامه، وحلوا ليلات هناك بروضة،
لييلات من الليل يعني، لييلات هناك بروضتي، فتلك من الجنات قالوا بوصفها على أرضها زادت عليها بحرمتي. فمن حل فيها ما يطيق فراقها، فمن حل فيها ما يطيق فراقها خلا ثوبه والجسم حين التشبث. فمن حل فيها ما يطيق فراقها خلا ثوبه والجسم حين التشتت، ويبقى فؤاد هائم في فضائها بلا نية للهجر، لكن لرجعة إلى أهله النائين في كل بقعة، وجاء وما جاءوا لفرط المشقة. يا سلام. سلوا شاعرا قد ذاق هذا ومره مرارا، وأبكاه الفراق بحرقة، ولم تشفي أشعاره ما تكاثرت تدور مع الساعات من دون فترة، فقد شاءها وقفا على سيد الورى، وفارق أنس الشعر في كل فكرة. يا سلام. وأصبح ينشي شعره ويذيعه على الناس يرجو أجره بمبرة، وما شح يوما أن يكون معلما، وما شح، هكذا ينبغي أن تكون، وما شح يوما أن يكون معلما لكل محب المصطفى بمحرة، يقول لكل العالقين بأحمد علاقته في كل حين وفرصة، تسبب بإكثار الصلاة على النبي، بذا نصح الأخيار أهل المحبة، فصلي ونبه من له في اشتياقه حرور، وإن آذاك أهل المسبة لك الله في هذا، فأنت مؤمل بنوعين من فضل الولي برغبة، فمن شكروا أعطيت فضل صنيعهم جزاء من الرحمن غير مفوت، ورج الذي للشانئين مضاعفا لدى الله، إذ يؤذون عند المضدة، سفاهتهم تؤذي وسوء فعالهم لحبك خير الخلق عين البرية. بشرة داء فيهم يكتمونه علينا، وما يدرون لمح البصيرة، غباؤهم فيهم عضال لديهم لجهل حقوق المصطفى بالروية، ومن يجهل المختار جهل حماقة فذاك ضليل يبوء بحسرة، ويحيا جحيما في الحياة وبعدها، فأي خلاص يرتجى للتفلت. ومالك في الحمراء يضرم نارها، مالك، ومالك في الحمراء يضمر نارها بأعداء من عاصي النبي بسوءتي، ولم يدري ما نعمى محبة أحمد نبي الهدى، من جاء بعثا برحمتي، وإن نقلب المنظار نشهد حديقة، وإن نقلب المنظار نشهد حديقة لكل صفي للنبي بمهجتي، فثم نعيم إن عقلنا أو علقنا محمدا، وكنا له خدامه بالقصيدة. وممكن نقول عقلنا كذلك، يعني عقلناه وفهمناه يعني. فثم نعيم إن علقنا محمدا، وكنا له خدامه بالقصيدة، نعيم بأجر الله مثل مرابط على ثقره أن يستفز ببغتة، وفي نفسه تجري الصلاة على النبي رفيقة نبض القلب من غير حسبة، لعل لمن يحيا لعل لمن يحيا سعيدا بمدحي،
ففي كل يوم مدحة إثر مدحتي، ولم يرجو ذكر الذاكرين لنشوة، وغاية أم الغاي منها شفاعتي لمالكها الميمون فردا بميزة، لأحمد مخصوصا بها في القيامة. يا سلام. فيا رب متعني بها من جنابه، وأهلي وأحبابي غداة الرزية. ويا رب هذا مرتجاي، وإنني عبيدك سماني بكم رأس أسرتي، حنانيك فاجعله رفيقا لسيدي بجنة خلد، وصفها فوق طاقتي، يجاوره فيها جوارا مخلدا، ويسعد إذ يلقاه في كل ساعة. وإني هنا دأبي محبة صلاة محبة عليه، وحسبي أنها من عقيدتي، ومن يعتقدها فهي خير وسيلة، وأوثق بها من عروة أي عروة. إذا كان منك العقد يا رب نعمتي، فلا تفصمنها ربنا ذات لحظة، وبي نفس يجري ومسعى لقمة، هي الرزق لا يعلوه رزقية. نعم، هي الرزق لا يعلوه رزقي آكلا من الأرض، فالأنعام تحظى بحصتي، وإني لإنسان أحب نبيه ولم يره، فارزقه منه برؤيتي، ولو في منام بعد 1000 ونصفه، مئات من سنين تولتي. فيا رب أكرم فيا رب أكرم شيقا لنبيه، يعني مشتاقا، يحاضره بالشعر في كل برهة، فمتعه يشعر بالأمان وبالرضا، فأنت كريم الكون مالك إمرتي، وقابض ما فيه خلقتم بقبضتي، وإن يك هذا نلت منه سعادة، بسعد لجوئي عندكم دون طردتي، فمن يقضي مطرودا فأية عيشة يعيش ولم يسعد لديكم بجنتي، ونعمة لقيا المصطفى وأحبتي هي السعد أعلى السعد يا ذا التجلة. ما شاء الله، شاعر مجيد في حضرة النبي دكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني. أيها الأحباب الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم في هذه الحلقة المباركة، ونحن نتشرف بهذا العام الجديد، العام الهجري الذي أطل علينا، ونسأل الله أن يكون عام خير ورحمة وبركة إن شاء الله. لأول مرة أجد شاعر غيري اسمه أحمد شريف، هكذا ألقاه، رأيت. خلوني أقرأ عليكم ماذا قال أحمد شريف الآخر: في جوف ليلي قد رفعت دعائي، حتى بدت لي فكان رجائي، فأنا المتيم في الهوى وبغيثه، أشتاق غيمته كما البيداء، قالوا لك الوطن البهي جماله، فأجبتهم ليلاي بدر سمائي، وطني بقلبي يستنير شعاعه، ولأجل ليلي قد بذلت دمائي، الحب والأوطان نسغ واحد، وعداهما زيف ومحض هرائي. والله شاعر خطير. شكرا يا حبيبنا أحمد شريف، وأنا إن شاء الله سأحاول أن أكتب إليه، يعني عديل كده أحمد شريف يعني. ذات مرة يعني صديقنا كفل رحمة الله عليه كان في المحكمة العليا، توفي قبل أيام، ورجل قانون يعني من أبناء غردات يعني، فكان يحترمني ويعزني شديد، له كل المعزة والتقدير، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم زله. فذات يوم ونحن ندخل إلى مسجد الخلفاء الراشدين في العاصمة أسمرة لصلاة مفروضة، يعني لصلاة مفروضة، واحسب أنها كانت صلاة المغرب. ففي بلادنا الناس لا يتحدثون في المساجد، يلهجون بذكر القرآن الكريم والاستغفار
والصلاة على النبي في المدائح وغيرها. غير ذلك يتهامسون هكذا، لا يرفعون أصواتهم، كما نشاهدها في كثير من بلاد الدنيا. وهذا أدب يعني. ومن يعظم شعائر الله، تعظيم الشعائر فإنها من تقوى القلوب يعني. فقال لي أستاذ بكل بهمس كده، قال لي كنا نحسب أننا لدينا أحمد شريف واحد في الإعلام يعني، فقد وجدنا أحمد شريف آخر. تعرف وين كده؟ قال لي. قلت له أين؟ قال لي في طهران. الله، أستاذ حبيبنا كيف. فقال لي لدينا أحمد شريف برضه مذيع وصحفي يقرأ الأخبار في إذاعة طهران، يعني من طهران. فقال نشرة الأخبار يقرأها عليكم أحمد شريف يعني، مثل زي ما أنت تقول كده. قال. قلت له الحمد لله. ف وهذا أحمد شريف شاعر يعني، له السلام والتحية. آم، قال الشاعر محمد حميدي، مكتوبة هكذا: قلبي بالغرام احتواك، يقول يا جارة القلب اشتقت وما عاد لقلبي في الغربة سواك. الذكريات تترى والحنين فاض، من يروي بهما ظمأ قلبي إلاك. ولقد مررت بالشهباء بحارة فيها الهوى يحيي من يلقاك. وتعطرت لغة الكلام حتى شذا بلبلها كما شدت شفتاي بهواك. لم أدري كم فاض بي من الهوى لما ما حوته رؤاك. كأنني أذوب سحرا بهما قائلا يا للجمال جل من به قد سواك. شوية أستاذ محمد حميدي، الوزن والموسيقى الشعرية ما مظبوطة يعني. لكن هذه القصيدة ذكرتني بقصيدة يعني لبنان، كتبها أمير الشعراء. هو حاول يجاري تلك القصيدة، لكن هذه مش لهذه المجارمة ما سليمة يعني. وقال يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. أحمد شوقي هذا كذا قال عن لبنان: يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيالها ألقاك. ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ضحكت إلي وجوهها وعيونها. آه يا قصيدة جميلة يعني. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. فهو حاول يجاري تلك القصيدة وأخذ منها أبيات عديل كده يعني. فمثل هذا الشيء هو يسمى الشعر. الأستاذ فراج الطيب ذات يوم ونحن في صالونه، فأحد الشعراء الشباب كان بداية الشعر، وأنا أتحفظ عن ذكر اسمه، هو الآن صحفي يعني يملأ الدنيا يعني، من السودان الشقيق يعني. فقال له يا أستاذ فراج، أنا والشعراء من حول الأدباء والشعراء فطاحلة اتحاد آه، اتحاد الأدباء. كان في اتحاد الكتاب، ده كان يقود البروف عبد الله الطيب، وكان ذاك الأدب للأدب، لكن هنا كان الأدب كرسالة يعني. فقال له عندي قصيدة يعني دهاقنة الأدب في اتحاد الأدباء برئاسة فراج أستاذنا موجودين. فقال له أقرأ لنا ما عندك يعني. فقرأ قصيدة الرجل، وكان شابا صغيرا يعني في عمرنا آنئذ يعني. فقال له كمل القصيدة، ما لم ينتبه أحد إلى القصيدة إلى الأستاذ فراج. فقال له لمن هذه القصيدة يا ابني؟ قال له. قال له هي قصيدتي. قال له أنت متأكد؟ قال له نعم. قال له يا ابننا، هذه القصيدة قال له ممسوخة ومنسوخة ومسلوخة. هذه القصيدة ممسوخة ومنسوخة ومسلوخة، هي للشاعر الكذا وكذا وكذا. فقال له يا ابني مثل هذه الأشياء لا تجعل منك شاعرا قويا وشاعرا أمينا
لا ما ت- ما لا, لا تقدم على مثل هكذا عمل يعني، لأنه هذه سرقات يعني، لا تحل أبدا. والمعروف عزيزي المشاهد أنك أنت لو أنت تكتب وتجاري قصيدة معينة وتريد أن تستشهد ببيت كامل شطر عجز، فتخط بين هلالين، يعني هذا ليس لك، هذا منقول. والشاعر القارئ له علاقة بالأدب يعرف أن هذا البيت ليس لك، هو بيت الشاعر الفلاني مثلا يعني. فيسموه التنصيص كده أعتقد يعني. المهم تخط بين هلالين، هذا ليس. وممكن تأخذ بيتين، ممكن تأخذ 3 أبيات، لكن للأمانة العلمية تخط إنه هذا ليس لي لكنني أجاري، وهكذا يعني. فقال له هذه منسوخة ممسوخة مسلوخة، وأعطاه جرعة الإرشاد والنصيحة. طبعا كانت قوية جدا، والشاب شوية يعني تصبب عرقا يعني، ما كان متوقع. هو رجل ذاته غريب يعني، جازف يعني مجازفة. أولا ليست أمانة علمية أن تسرق هكذا، ما صح يعني. ثم ثانيا الود جريء كمان. أنت تدخل كمن يسرق شيئا ويدخل يمشي إلى الحكومة إلى الشرطة يعني، تمشي براك يعني، تمشي براك كما يقال بال... بالدارج السوداني. وأعتقد أنه هي براك دي شايلة من يعني، يعني معناها لوحدك لكن هي فصيحة يعني، جاية من البراءة وكده يعني. عموما فالرجل لم يأتنا بعد إذن، الود الشاب طبعا أحرج إحراج، وبعدها لم يأتي إلى صالون فراج. لا أعلم إن كان يكتب الشعر وغير ذلك، لكنه في الإعلام موجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، ورجل يعني معروف كإعلامي معروف يعني. فأعتقد أنه أخونا محمد حمدي يعني، ولا حميدي حاجة كده يعني، كأنه قاعد يجاري قصيدة جارة الوادي، اسمها هكذا ذاته، جارة الوادي لأمير الشعراء أحمد شوقي، يتحدث عن لبنان. ضحكت إلي وجوهها وعيونها ووجدت في أنفاسها رياكي، من أجمل القصائد. وعلى ذكر هذه القصيدة عزيزي المشاهد، ونحن في امتحان المرحلة الإعدادية للثانوية، فهذه القصيدة كانت مقررة لنا في عام 1983. نعم. فأكمل الأبيات التالية. أنا هكذا البيت أنا متذكره كويس، السؤال ذاته. أكمل الأبيات التالية واكتب اسم الشاعر وهكذا. يا جارة الوادي طربت داش 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 داش، وهكذا شطر وعجز وبتاع يعني، كمية من عدد من الأبيات. فالإجابة تبدأ: يا جارة الوادي طربت وعادني. ما بعرف أنا الوقت ذاك لم أبدأ كتابة الشعر، فكتبت وعادني، لكنني شككت أيما شك كاد أن يطيح بي ذلك الشك، وقلت أصلا لا يمكن يكون وعادني. من أين لهذا أنا ما أعرف يعني، حالة النفس الشاعرية أنا أعتقد كده يعني. أنا هذا أمير الشعراء، لكن قلت ما قال وعادني. يا جارة الواد طربت وهاجني وقالني وغالني. يا جارة الواد طربت، ما بعرف. المهم بديت يعني، بدأت وأنا كاتبة يا جارة الواد طربت وعادني، لكن في نفسي وفي قناعتي أنه ليست وعادني، وهاجني وغالني وسرني، وخلاص يعني ما ودخلت في تساؤلات مع نفسي يعني، ما أصلا ما طربت وعادني. وخلاص في النهاية قلت أمري لله وعادني، بس في قرارة نفسي أنني مخطئ في هذه الكلمة. ويمكن أنا أقول حالة الشاعرية يعني، أنا مولع بالشعر آنئذ، فهي الحالة هي التي أدخلتني في ذلك الشك. فدلفت أول ما خرجت من هناك،
واحد يسألني وبتاع، ما لم أجب على أي حد، فطوالي على العنبر يعني مقر السكن يعني، ونحن في داخلية. طلعت من الفصل بس خطوتين ثلاثة وانصرفت إلى العنبر. عنبر راكوبة يعني، حصيف كده، راكوبة هنا بتاع وتراب من تحت وبتاع. فطوالي دلفت الكتاب. وانا ارتجف يعني، هاجر اضطربت وعادني، لقيته عادني. رميت والله انا احكيها كما عملت يعني، رميت الكتاب. انت وعادني يا امير الشعراء، جننتنا في. فالحمد لله قلت ما مسحت، لكن والله 99% انا خارج من الامتحان والاجابه الكلمه دي غلط، ما وعادني ابدا. اين لهذا؟ ما بعرف يعني. انا اقول ارجع للشاعريه يعني. يعني الشاعر، وانا اقرا هسي في كلمات انا مرات تاخذك انه هكذا تقول يعني. فيا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. خلوني أنا برضو ممكن، خلونا والله أقرأها لكم لأنه هي قصيدة جميلة، ونحن في حضرة الشعر يعني. وبرضو البحث أحيانا مع الزملاء برضو جميل يعني. يا جارة، يا جارة الوادي طربت وعادني. الكمبيوتر برضو لقى علينا سريع يعني، مشكور يعني. أحمد شوقي، والله نتشرف بها يا. قال يا جارة الوادي طربت وعادني. ما عارف ليه كتبوها لنا ما يشبه الأحلام من ذكراك. هنا مكتوبة يا جارة الوادي طربت وعادني، ما زادني شوقا إلى مرآك، فقطعت ليلي غارقا نشوان في ما يشبه الأحلام من ذكراك. والله كتبوها لنا يا جارة يعني عجز البيت الثاني هو كان عجز البيت الأول، لكن المعنى مستقيم. لكن الشاهد أنه يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. بعدين مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى. مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى، لما سموت به وصنت هواك. ولكم على الذكرى لقلبي عبرة، والذكريات صدى السنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض بربوة، غناء كنت حيالها ألقاك. لم أدر ما طيب العناق على الهوى، حتى ترفق ساعدي فطواك. وتأودت أعطاف بانك في يدي، واحمر من خفريهما خداك. ودخلت في ليلين فرعك والدجى، ولثمت كالصبح المنور فاك. وتعطلت لغة الكلام، وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. لا أمس من عمر الزمان ولا غد، جمع الزمان فكان يوم لقاك. من أجمل قصائد أحمد شوقي، أمير الشعراء، رحمه الله وأكرم مثواه. نعود عزيزي المشاهد فيما تبقى من وقت في ذلك الألق، الشعر الجميل من الشعراء الذين ينشرون أشعارهم في نخبة الشعراء العرب. ويمكن ربما نختم بالأستاذ الشاعر محمد علوش مرة أخرى. يقول موشح بعنوان يا أهل الحي. يقول علوش يا أهل الحي، هل من خبر عندكم يا سادتي عن قمري؟ لاح لي ثم اختفى عن ناظري، غاب عني مثل لمح البصر. يا لقلبي كم سيضنيه البعاد، يا لقلبي هائما في كل واد، باحثا عن جدوى بين الرماد، كي تعيد العمر ريان المداد. مثلما الطير بغصن نظير
يستطيب الشدو بين الزهر، مثلما الأنسام في صبح صحى، أو فراش في فضاء عطر. يا لذاك الحسن في برد الجمال، سبح الله على غير مثال. لم يكن وهما ولا صنع الخيال، فمتى يحنو ويدنو للوصال. ذاك عندي كانتظار المطر بعد محل عابث في الفكر، أو عشوق العود للفنان كي ينثر اللحن ندي الوتر. فقره توت وورد خده، ويباري طول رمح قده، وله طرف توارى نده، يطلق السهم فيهوي صيده. إن يمس ماس كريم غافل، واثق الخطوة قرب النهر. ذاك شيء لم يكن في البشر، لم يكن في الفن أو في الصور. هو يتفنن يعني هذا الرجل. قد سبى قلبي وقلبي في حماه، وأسير العشق يبقى في حماه. قد سبى قلبي وقلبي في حماه، وأسير العشق يبقي في حماه. ينشد المحبوب أو يبغي رضاه، ليس من درب لعشاق سواه. إنما العشق شديد الخطر، فاسأل العشاق صدق الخبر. وهو محظوظ بلوح القدر، ليس ينجو منه أهل الحذر. عصام علوش، والله يا أستاذ علوش ده سنسعى يعني للالتقاء به، فهو جدير بالحديث إليه. أيها الأحباب الكرام، أحسب أنني اقتربت إن لم أكن قد تجاوزت بقليل ساعة أو الزمن المسموح به في هذه الحلقة. فإن تجاوزنا فسامحونا، وإن لم نتجاوز فعليكم، فلنا معكم شيئا من الوقت. المحاسبات بين الإعلام والمخرجين والمنتجين ما كثيرة، ولكن طالما نحن من هنا من القارة البعيدة وهم في مكان تعلمونه أيها الأحباب الكرام، فطول المدى بيننا ولكن قلوبنا مع بعضها البعض. لكم التحية أيها الأحباب الكرام، كل السلام والتقدير على جهدكم الكبير الذي تبذلونه من أجل أن تخرج هذه الحلقة بالثوب الذي يليق بكم أيها المشاهدون الكرام. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها مع بيت الشعر المعروف: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. الشاعر العربي له الرحمة والمغفرة. أيها الأحباب، كنت معكم أنا أحمد شريف مع الزملاء الخيرين من قناة سلام الإعلامية المباركة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. آمل أن نفتح عبقرية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وللكاتب العقاد الرحمة والمغفرة وأجر المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.